انتقل طاقم مازاغون تيفي يوم الأربعاء 11 مايو 2016 بشكل حصري واستثنائي لمتابعة أشغال وأطوار الدورة العادية لشهر ماي للمجلس الجماعي ولاد حسين. دورة استثنائية بكل المقاييس، إذ عرفت حضور أزيد من 28 مستشار جماعي وغياب مستشار وحيد. الدورة عرفت متابعة إعلامية وازنة، وكذلك حضورا منتظما لفعاليات المجتمع المدني بالإضافة لساكنة المنطقة، إذ اعتبر موضوع الثانوية التأهيلية الأكثر أهمية، حيث تعرف منطقة ولاد حسين نسبة الهدر المدرسي بشكل كبير، وكذلك نسبة تفوق 80% من الأمية. رئيس جماعة ولاد حسين السيد نور الدين المخير أعطى في بداية أشغال الدورة العادية الكلمة إلى السيد قائد قيادة ولاد حسين، إذ قال على أن جهات عليا تتابع الوضع عن كتب، وأن يوم غد الخميس سينعقد لقاء عاجل مع جميع الأطراف على مستوى الدائرة الترابية. نور الدين المخير رئيس الجماعة احترم القوانين المؤطرة لسير أشغال الدورة، وطلب من أعضاء المجلس الجماعي بتقديم مقترحات من أجل برمجة الفائض الحقيقي. في هذه اللحظة يصحى الضمير السياسي لبعض المستشارين الجماعيين ويقترحون برمجة الفائض لاقتناء أراضي لبناء الثانوية التأهيلية، الشيء الذي لم يتردد فيه الرئيس بتمريرها مباشرة إلى التصويت لتلقى الإجماع بالإيجاب، وهي في نفس الوقت ما تم رفضه في صيغته الأولى. شكرا للحضور. بداية أود أن أشكر المجتمع المدني اللي كان الحضور ديالو قوي، وكان كان سبب في إنجاح هذه الدورة، وكان سبب في إقناع المستشارين اللي كانوا غابوا بشكل جماعي ومفاجئ على أشغال الدورة الأولى. نشكر كذلك مواطنين ديال ساكنة ولاد حسين اللي نزلوا اليوم وحضروا الأشغال هذه الدورة اللي تبعتوها وغطيتوها. أظن بأنه في المبتغى ديال المجلس وديال الساكنه، فاظن بانه تحقق بنسبه ديال 100%. للاسف بعض المستشارين ما كيفرزوش ما بين المصلحه العامه والمصلحه الشخصيه. مازال كنقول هذه الكلمه. خير دليل هو انه في البرمجه ديال الفائض، وكنا اقترحنا على الساده الاعضاء انه غنبرمجوا واحد المبلغ مالي لاقتناء البقعه الارضيه. حضرت العمليه ديال التصويت، كانت اظن 12 اللي صوتات مقابل 14 اللي رفضات. مفروض علينا في البرمجه خاصها تبرمج الفائض، خاصو يتبرمج. جاوب بمقترح، عطيناهم لابال باش هما اللي قلنا اش غنديروا في هذاك. اقترحوا باش اقترحوا ذاك المبلغ خصوه باش لاقتناء بقعه ثانوي، لشراء بقعه لانشاء ثانويه تاهيليه بجامعه ولاد حسين. دونك سي النقطة الأولى هي النقطة الثانية. الأولى رفضوها والثانية جابوا هذا. لذلك أظن بأنه السادة الأعضاء غير ما حاولوش يفهموا الرسائل اللي كانت من المجتمع المدني، أو الرسائل اللي كانت من الساكنة اللي كيمثلوهم، أو حتى الناس ديال الإعلام اللي كنشكروهم، لأن التغطيات ديالهم وسميتو كان لها دور كبير في إنجاح هاد أشغال هاد الدورة. دونك أنا المفهوم اللي بان لي اليوم أن الأعضاء غير ما تفاهموش بيناتهم، الطرف الاخر ما تفاهمش، ولكن في الاخير كانت النقطه اللي كانت حاسمه اللي هي اقتناء بقعه ارضيه لانشاء المشروع ديال التنميه. اظن بانه غير اللي غنقول، كنا قلنا البارح حسبي الله ونعم الوكيل في هذيك المجموعه. اليوم كنقول لهم الله يجزيهم بخير، ولو كانوا يديروها في النقطه الاولى كانت تكون احسن، ولكن ارتأوا او فكروا او الله غمض لهم عنهم ولا داك الشيء. دونك المشروع الحمد لله، فمعنا غير باش نشتغلوا في المشروع الان باش نحققوا ان شاء الله حلم ديال الساكنه وديال الوليدات ديال هذه المنطقه هذه. قضيه اخرى مهمه داوتوها اليوم هي القضيه ديال الشعير. فحنا كنا خدنا واحد الاراء ديال المواطنين على الهامش تيقول انهم ما تيوصلوش الدعم. لا، المشكل ديال الدعم للاسف حتى العضو اللي كيمثل الفلاحه في الجهه يعني واخا عطى التفسير ديال هذيك النقطه، ولكن التفسير غير ما اقتنعش به، ولكن ما كيمنعش. اللي كاين هو انه ممكن واحد الحصه ديال الفلاحين ديال جامعه ولاد حسين، راه لا يعقل انه واحد غير ديبلاصا من واحد الدوار
يهبط للمدينه الجديده، يقلب على ذاك الممثل ديال الفلاحه، يتلاقاه كما قال هو على طرف لسانه، قال كانوا كيجيو عندي كيعيطوا لي وكيجيو عندي القهوه باش نمشي عندك القهوه باش تعطيني ان بون باش عاوتاني نديبلاصا حتى لولاد حسين عاد باش نشوف واش غنركب ونرجع عاوتاني. ما عنديش المشكل بتاتا، اي حاجه كتخص المواطنين فاحنا مستعدين، توفير الشاحنه لهذا في اي حاجه، ولكن المطلب كان على الاقل انا هذه الفكره هذه شفتها في بعض الجامعات المجاوره، ان الحصه المخصصه لبعض الجامعات كانت في الاداره ديال سميتو، وكيمشيو المواطنين بدوك ياخذوا الحصه ديالهم. لا تفوتنا الفرصه باش نشكر الجميع. انا صراحه تفاجئنا اليوم بحضور جميع الاطراف، كان التغطيه كان الانزال يعني كان الحمد لله الحضور كان يتكون من شابات اطفال شيوخ. كنظن بان كان هذاك حتى ذاك الحضور يعني لعب الدور ديالو، اثر يمكن نفسانيا على جميع الاعضاء. ومره اخرى كنقول الاخوان كما البارح يعني عطينا وجدنا لهم واحد الرساله ديال رغبناهم باش يحضروا، كيف حضروا معنا وكيف صوتوا معنا، كنطلب منهم مره اخرى يعني يجيو يجالسوا لنا باقي الخير قدامنا. حنا يلاه بدينا نتمنوا المسيره تمشي وباش نحققوا المطالب ديال الساكنه ولاد حسين.